نعمل مع بعض طريقة بيض صحية محشية جبنة الماعز ينفع للكيتو. تعالوا معايا بقى نشوفه. دلوقتي انا هفطر بايه، والفطار بتاعي يبقى من 3 بيضات ل5 بيضات. تابع الجوع اللي عندك، لاني انا بعمل صيام متقطع، بس هاكل حاجات طبيعية. يعني دي جبنة الماعز، وده زيت الزيتون، قطفة اولى بكر، اورجانيك. ماشي، يبقى انا قطعت الجبنه الماعز اهي قطع عندي، وعندي البيض وعندي الزيت. هعمل هعمل بيض بالجبنه. جبت البوتاجاز وحطيته، هجيب المقلايه واحطها عليه اللي هشتغل فيه، وهحط معلقتين زيت. هعمل طبق بيض بالحاجات الطبيعيه اللي بقول لكم عليها. هكسر 4 بيضات في قلب طبق. الزيت كده انا سايباه يسخن. جبت عندي بوله هكسر فيها البيض. انا حاطه دلوقتي البيض والجبنه بس، هحطهم دلوقتي بس. اجيب الشوكه، لازم الزيت يسخن كويس، حتى المقليه كده تسخن قدامكم، وبعمل برضو ده قدامكم. شايفين؟ هبدأ بقى احطها كلها كده. ابدأ اجيب قطع الجبنه، هستنى عليها بس تشف شويه من تحت. هجيب قطع الجبنه كده واقطعها رفيع خالص. حاولي ترفعيها على قد ما تقدري وتحطيها كده. طبعا ده معمول بلبن الماعز، فلبن الماعز صحي ومفيد. الجبنه دي معموله بيه ماعز الخرفان، ودي حاجه طبيعيه كويسه جدا لجهاز المناعه، تظبط عندك جهاز المناعه. حطي بقى الجبنه تعمل عندك عمليه تشبع، فحطي الكميه اللي انتي عايزاه. طبعا احنا بنبقوا صايمين مده طويله، باكل بس في اليوم وجبتين. وكمان لما بحس ان انا بقالي، يعني انا خليني كيتو مثلا 3 شهور، جيت سبت الكيتو، اروح عامله لسه بصوا، لسه عشان يبدا ينزل تحت كده، تبقى متماسكه. انا عايزه دي تبقى جامده. بيبقى بتاكلي بس بروتين بس، وكلها حاجات طبيعيه. دي حاجه. في نفس الوقت احنا مش بنقوم الصبح ناكل. بصوا بقى، هبدأ اجيب دي فوق الجبنة كده،
كنت عايزه اعملها نصين، شكلي ما كنتش قسمها بالنص بالظبط. مش مشكله، حاولي تجيبي البيض كده كويس. واغطيها، ارش لها بقى ملح وفلفل. انا خلاص حشيتها جبنه. يعمل معاكي كده لما يبقى البيضه صغيره، بس بصراحه 5 بيضات بيبقوا كتار قوي. 5 بيضات بيظبطوا، بس بيبقوا كتار قوي. دي بعملها وجبتين ليا. هو لازم انا اعتمد على البروتين، فبعتمد على البروتين. باكل بيض وباكل جبنه، فالاتنين بروتين. طبعا ده بروتين وده بروتين، فبيرفع عندك ايه جهاز المناعه. اغطيها بقى في الوقت ده، وهنسيبها تاخد كده مع بعضها لغايه ما تستوي. بصوا انا حطيت كده كده ورحت قلبه. ماشي. انا كنت عايزاها بقى تبقى من فوق بيض كتير، فما امكنش. هرجع بقى اغطي عليها تاني وهسيبها عشان الكل يستوي يتجانس مع بعضه، ويبقى سندوتش كده بيض جميل. شايفين؟ بصوا انا هقلبها تاني كده حتى لو الجبنه سايحه. طبعا احنا لو كنا حطينا البيضه التانيه كانت هتبقى مظبوطه. فهمتوا؟ كده الجبنه بدات تسيح اهي. عايزاها تبقى من كل حته مستويه البيضه، مش عشان قسمتها كده نصين، هتبقى مظبوطه وتبقى مستويه كويس. خلاص كده هبدأ بقى ايه احط برده كده كويس يعني، واعملها كده. ليه بقى بسرعه؟ لان الجبنه بصوا بدأت تسيح، فهي كده خلاص استوت. هشيل بقى واوريكم. تعالوا بصوا معايا كده، ده طبق البيض بتاعي بالجبنه الماعز، صحي ومفيد جميل جدا للكيتو جينك. بيض، زيت زيتون، كل ده مسموح وحلو مقوي لجهاز المناعه. وجبنه، جبنه الماعز. الماعز بتبقى ماعز او غنم اللي مرسوم عليها، جميله وصحيه وتنفع الكيتو.